السلام عليكم، عاملين ايه؟ معاكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهارده البيتي فور، وهنعمل التزيين بتاعه، وهنعمل مقادير لكيلو بيتي فور. تمام. معايا هنا اول حاجه 10 كوبايات من الدقيق. 10 كوبايات دقيق دول بيعايروا 995 جرام دقيق. تاني حاجه معايا 4 كوبايات ونص من الزبده. الكوباية بتعاير 150 جرام، يبقى كلهم 750 جرام من الزبدة. معايا كوبايتين كبار من السكر البودرة، يعني 350 جرام من السكر البودرة. معايا 4 صفار بيضة، ومعايا 4 اكياس من الفانيليا. صفار البيضة، باخد صفار البيض بس بستخدمه في البيتي فور، وما بستخدمش البيض. اول حاجه بحط هنا الزبده مع السكر، 350 جرام من السكر مع 700 جرام من الزبده. بضربهم كويس جدا لحد ما يديني قوام كريمي، ويبدا لون الزبده معايا يفتحها كده، ويبقى لونه فاتح وناعم معايا. هنزل بقى معايا ب4 صفار بيضه، واحط 4 اكياس من الفانيليا، وهضربهم برضو كويس جدا. هسيب لكم المقادير بالتفصيل بالكوبايه وبالجرامات في صندوق الوصف، لو عايزين تاخدوها شوت سكرين او حاجه. هسيب لكم بالكوبايه، وهسيبها لكم برضو بالجرامات. تمام. هنا بقى حطيت الفانيليا، وهبدا ان انا هشغل عليهم العجان او الكبه هنا انا بستخدم سلاح للعجان، سلاح بلاستيك كده، ده مخصص للعجين. معايا هنا بقى الدقيق، هنخل الدقيق كويس جدا. معايا كيلو الدقيق، وزنته لكم بالظبط، طلع 995 جرام من الدقيق. تمام. عامل معايا 10 كوبايات من الكوبايات اللي هي بتاعه الشاي دي. هبدأ بقى هنزل الخليط اللي احنا عملناه من الزبدة والسكر والبيض والفانيليا. هنزل على الدقيق، وهبدأ بس ان انا هخلط الدقيق بايديا لحد لما الدقيق يختفي معايا. انا مش عايزه اعجن عجينه ولا اعمل عجين، انا عايزه بس الدقيق يختفي في وسط المكونات اللي احنا عملناها مع بعض. وبعد كده هنبدأ نشكل العجينه. بحطها بقى في كيس الحلواني، وهبدأ ان انا هشكلها زي ما انتم شايفين كده. هشكلها تشكيلات زي ما انا عايزه. بعد ما بشكلها، طبعا ما بدهنش الصواني اي حاجه، ما بدهناش اي مواد دهنيه. بدخلها الفرن على درجه حراره 180. بحطها على الرف اللي في النص، وبولع الشوايه من فوق برضو. ممكن لو مش عايزه تولعي الشوايه من فوق، نولع الفرن من تحت، وبنولع معاه المروحه. تمام. بس انا بحب الافضل يعني الشوايه مع الفرن، بياخد اللون من فوق واللون من تحت مع بعض يعني. كده بقى انا خلصت هنا زي ما انتم شايفين كده الصواني. هنا بقى معايا شوكولاته، مكعبات من الشوكولاته. معايا هنا حوالي ربع كيلو شوكولاته. ومعايا هنا مربى، ده المربى اللي احنا هنحشيها في النص. ممكن لو احنا مش عايزين نستخدم مربى في النص بين البيتي فور القطعتين، ممكن نستخدم شوكولاته برضو حسب الرغبه. ده عندي سكر الوان، سكر لونه ذهبي، سكر لونه فضي، خلطهم مع بعض. ومعايا الفرماسيل. وهنا معايا البيتي فور اهو. بعد ما خلصت الكميه كلها حطيتها معايا في الحله، سبته طبعا يبرد تماما. البيتي فور ما بن مش ما نحاولش نشيله خالص من على الصواني بعد ما يطلع من الفرن، بنسيبه لما يبرد. وبعد كده ابدا ان انا اشيله من الصينيه. هنا معايا شوكولاته، حطيتها في حمام ميه، ده ميه معايا مغليه، وحطيت الشوكولاته معايا في طبق وحطيته على الميه السخنه. بسيبها بقى على الميه السخنه كده لحد لما اخلص، عشان الشوكولاته ما تجمدش معايا وانا بستخدمها. تمام. معايا هنا بقى المربى، بحط حته مربى كده في النص بين قطعتين البيتي فور، وابدا اقفلها كويس زي ما انتم شايفين كده معايا، وبغمزها في الشوكولاته. وبعد كده بغطسها في الفرماسيل، او بغطسها في السكر الالوان اللي معايا. هنا برضو معايا قطعتين اهو، احطها في الشوكولاته. بعد كده هبدا احطها في السكر.
زي ما قلت لكم ممكن بدل المربى نحط شوكولاته في النص بدل المربى، مربى بيضه او مربى سودا زي ما انت عايزه. ممكن طبعا ما احطش مربى خالص بين القطعتين واحط كده شوكولاته فرماسيل بس زي ما انتم شايفين كده معايا. بعمل بقى اشكال مختلفه. وهنا بقى بعد ما خلصت كل الكميه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو اول مره تشوفي قناتي متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس بالكل عشان يوصلك كل فيديو. بس ما تنسيش تعملي لايك للفيديو لو عجبك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.